الجبهه هتكون لاي مدى مهتمه بالقضايا اللي انا بتكلم فيها. انا مش عايز احنا نبقى زي الغد، يعني يبقى احنا والجبهه زي الغد والوفد. انا فاهم. ما احنا هنقول احنا دكتور اسامه بنفتح حوار حاليا مع الجبهه، ولو برامجنا اتفقت يا اما نعمل انضمام للحزبين على اساس ان احنا اتفقنا في البرامج، يا اما هنعمل تحالفات واسعه انتخابيه او تكتلات انتخابيه في الوقت اللي جاي للحفاظ على الثوره. لكن انا شخصيا وعدد كبير من اللي موجودين عندنا احساس انه احنا مهتمين بالطبقات الفقيره، لكن ما احناش ولا زي التجمع ولا زي التحالف الشعبي. احنا يعني اكثر اتساعا واكثر ليبراليه ان شئت، واكثر يعني اقل استقطابا، يعني مش حاسين انه في صراع طبقي بالمعنى القديم والمعنى الكلاسيكي، لكن في حقوق للفقراء وفي مجتمع كله ممكن يشتغل مع بعضه بشكل فعال. وهذا التقسيم القديم وهذه الكلاسيكيه اللي الاستاذ اتكلم على ماركس وماو كده، دي حاجات عدت، دي حاجات في التراث. زي ما انا طبيب نفسي دلوقتي ما تقدرش تقول لي اللي قاله فرويد عدى، كان تاسيس، بس دلوقتي ما بقيناش بنطبق غير قواعد معينه منه. فاللي قاله ماركس واللي قاله ماو ده عدى، احنا دلوقتي بنشوف المجتمع بصوره واسعه. انا شخصيا بشوف مثلا انه اكثر الاحزاب اللي نجحت مع الطبقات الفقيره هي احزاب العمال في انجلترا، الاحزاب في السويد، الطبقات دي قويه واخده حقوقها، بينما الطبقات اللي حاولت حاجات غير كده ما نفعتش. ده شخصيا رايي، لكن هذا النوع من الحوار هيكون مفتوح. احنا مع الطبقات الفقيره فعلا، لكن ما احناش عندنا القوالب الاشتراكيه القديمه اللي عند التجمع او عند التحالف الشعبي او الالفاظ التكنولوجيه. احنا عندنا يعني الفكره اللي عملت الائتلاف هي نفس الفكره بطبعا تعديلات اخرى اللي احنا بنفكر فيها في موضوع الحزب. الفكره اللي عملت الائتلاف ان احنا كان قدامنا حائط ضخم، سلطه مستبده قويه جدا محتاجه تحالف واسع جدا لاسقاطها، وبالتالي قعدنا نشوف ايه اللي احنا متفقين عليه، بحيث ان ايه الشعار اللي ينفع ان احنا نقدر بيه نسقط هذه السلطه. وكان الشعارات اللي احنا متفقين عليها ان احنا عايزين تغيير، عايزين حريه، عايزين عداله اجتماعيه. انا بيتهيألي ان الشعارات اللي هي تغيير، حريه، عداله اجتماعيه هي دي اللي احنا بنأسس عليها الحزب لو اضفنا اليها دوله مدنيه تتبنى العلمانيه طريقا، بتتبنى فكره فصل الدين عن الدوله، بتتبنى ان الدوله ملهاش دين، مفيش وزاره خارجيه ليها دين، مفيش وزاره داخليه ليها دين، بس دين هو علاقه بين الانسان وربه، وان احنا ده اللي احنا شايفينه. من هنا بدأت فكره الحزب، ومن هنا انا شايف ليه الحزب ده ممكن يبقى فارق حتى عن الاحزاب الموجوده، حتى بما فيها حزب الوفد وحزب التجمع وكده. احنا شايفين ان في حاجه في مصر لعمل تنظيم، مش عايز اطلق عليه اسم حزب، لعمل تنظيم واسع يضم جواه تكتلات. يبقى التنظيم ده بيضم من اول الليبراليين ذوي الحس الاجتماعي لغايه اليساريين اللي شايفين ان العداله الاجتماعيه لم تتحقق الا من خلال الديمقراطيه. وبالتالي هنا احنا قدامنا تحدي كبير جدا خلال الفتره الجايه. قدامنا الحزب الوطني بيعيد تنظيم نفسه بقوه في كل المحافظات، سواء تحت اسم الحزب الوطني او تحت اسم ولا العجب حزب 25 يناير. عندنا الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه الاخرى بتعيد او منظمه نفسها، وبالتالي في طرف ثالث لازم ينظم نفسه. وانا مش قلقني الاخوان المسلمين قد ما قلقني ان احنا ما نتجمعش. يعني انا رايي ان لو احنا بنتكلم عن الاخوان المسلمين انا ممكن ابقى عارف دلوقتي، لان كان عندي الارقام اللي بتطلع في كل محافظه من كل مجموعه، انا اقدر اقول بوضوح ان الاخوان المسلمين قدرتهم على الحشد من 300 ل 500 الف في مصر كلها. وانا رايي ان ده رقم مش كبير لو احنا بنتكلم على تيار بالطريقه اللي احنا بنفكر فيها. مصر فيها ليبراليين كتير، وفيها يساريين كتير، وفيها ناس مع الدوله المدنيه كتير، وفيها ناس مصلحتها في قيام دوله مدنيه كتير. الحركات دي مشاركه الناس في اداره توزيع العوائد الانتاج، وبالتالي تحقيق انتاج احسن، لان هو لما العامل يحس ان هو بياخد حقه احسن هيشتغل احسن وهيبدأ احسن. ففي طرق في الاداره الحديثه دلوقتي بتساعد اكبر مشاركه
للناس وبتدي شغل وبتدي انتاج احسن، لان بتدي احساس ان كل واحد الموضوع ملكه. واخد بالك؟ دي من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتحرك فيها. مش معنى كده ان انت زي ما كانت بتيجي ايام عبد الناصر اللي يقول لك ايه لا اعمل 50% من مجلس الاداره عمال الفلاحين، ده كلام فاضي لان ده لازم من فوق. لكن اللي هيحصل ان الناس هتحس ان احنا نقدر يكون لينا راي، وبالتالي بدل ما تبقى في نقابات مسيفه هيبقى في مشاركه جماهيريه من تحت. واخد بال حضرتك؟ جنب طبعا البرامج التنمويه والبرامج العمل الخيري اللي هتلاقي في القاعه دي مثلا في 10 20 واحد عندهم برامج في الموضوع ده كبيره جدا وبتوصل لعدد كبير جدا. غلط مع كامل الحريات، يعني قصدي دي فرصه هايله ان كل حد عايز يختار حاجه يعملها، بس احنا كلنا او مش كلنا جزء مننا اتعلم السياسه في الشهر ونص اللي فات، فاحترم حضراتكم انتوا جواهزه ده موضوع تاني. بس انا شخصيا اتعلمت عن السياسه وعن دوري في البلد واني اقول لا وانه نقف ما تعملش بس في الشهر ونص، لكن خبرتنا كناس ما تساعدنيش انه 6 شهور جايين او 4 دلوقتي اكشولي لغايه الانتخابات وحتى لغايه بعد 12 يوم ونعمل تعديل في الدستور ما تدينيش الوعي الكفايه اني اختار ايه الصح وايه الغلط من غير ما انقاد، سواء الانقياد ده كان سلبي او ايجابي. وفي نفس الوقت احنا عندنا حاجه كبيره جايه هي الانتخابات عموما، سواء كانت الرئاسه او الشورى او الشعب وات ايفر. وانتوا هنا كاتبين انه احنا محتاجين نركز على التعليم. انا شايفه ان احنا محتاجين دلوقتي حالا نستغل الطاقات الباشن الشغف اللي جوه الناس، لانهم عايزين يتعلموا وعايزين يعملوا وعايزين يقولوا، عايزين نوجه ونشوف نعلمهم ازاي بمنتهى الحياديه. مش معناه يكونوا موجودين في الحزب ده او الحزب الثاني، بس ازاي اوجه العطش والجوع القوي جدا للثوره للتغيير، ويبقى حاجه مستمره وحاجه تبني عقولهم وتبني شخصياتهم، مش تبني موقف. يعني مش ان احنا نخلص التعديلات ونمشي، نخلص الانتخابات ونمشي، انت تبقى حاجه انت بتبني انسان. يعني قصدي يكمل معاك بقى عشان بعد 2 3 يبقى عندك شعب واعي سياسي اللي هو فعليا واعي في دوره ان جنرال في المجتمع يعني.